السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ويا رب ينصر اخواتنا في فلسطين. وكل عام وانتم بخير. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اللوجو اللي قدامنا. اللوجو ده احنا عملنا له ابجريد او تطوير. طبعا شفتوا الشكل بتاع اللوجو كان عامل ازاي، ده الشكل النهائي بتاعه. طيب كان عامل ازاي في الاول؟ زي ما انتم شايفين كده، ده اللوجو الشكل الاولاني بتاعه. كان الكيرفات زي ما انتم شايفين كده مش مظبوطه، في كيرفات ناعمه وفي كيرفات حاده. تمام. فطبعا الشكل العام ما كانش مريح. فوظيفتنا ان احنا نخلي اللوجو، آه، يعني مش هنغير اللوجو قد ما هنطوره. تمام. فدي نقطة مهمة، لأن بيبقى في شركات كتير عملت اللوجو بتاعها في الأول، ما تعرفش هتنجح ولا لأ في البيزنس بتاعها. الحمد لله ربنا كرمهم نجحوا. الدنيا معاهم اتطورت، بدأوا إيه يطوروا بقى الإيه البراندنج بتاعهم أو الشكل بتاع الشركة. من ضمن الحاجات دي اللي بقى الشركة بتبدأ تبص عليها وتطورها هو اللوجو طبعا، لأن ده الحاجة الأساسية اللي العميل بيبص عليها. وطبعا دي اول حاجه العميل، اي عميل بيبص عليها، ومن خلالها بيعرف وبيفهم مستوى الشركه، بيفهم جودتها، بيفهم طبيعه الشغل اللي هي شغاله فيه. كل الامور ديت، حتى برضو درجه اللون بتفرق. يعني اللون المطاعم غير لون الصيدليات، غير لون شركات التعدين، غير لون كل شركه او كل مجال وليه الالوان الخاصه بيه. تمام. فطبعا زي ما انتم شايفين كده بدأنا بقى ايه نرسم اللوجو القديم، بس نعدل فيه الجزئيات اللي احنا كان علينا تحفظ عليها او شايفين ان هي مش مريحة للعين. لان طبعا لما اللوجو او لما بيبقى التصميم بيبقى مريح للعين، ده بيريح نظر العميل. فلما بيريح نظر العميل بينبسط، وهو ده المطلوب دايما. التسويق الحديث معتمد على البهجة في التصميم، او البهجة في الدعاية، او اللعب على العواطف والمشاعر. فما ينفعش اعمل تصميم شكله مش لطيف او مش حلو، يتعب نظر العميل، فبالتالي هيروح قافله. ده الاول وهله هيروح قافله خلاص مش هيكمل. تمام. فطبعا ان احنا نريح نظر العميل ده مهم جدا. زي ما انتم شفتوا كده، بعد ما خلصنا الجزء الاولاني اللي هو فوق، هو الجزء اللي تحت عباره عن كوبي بيست ليه. تمام. بعد كده بنرسم او بنكتب الفونت. فونت عادي جدا، ما فيهوش اي تفاصيل. تقدر تقول زي فونتات كتير بتعتمد على، لان اللوجو المفروض بيعتمد من ضمن معاييره ان هو البساطه. تمام. كل ما كان اللوجو بسيط، مور سيمبل مور بروفيشنال، دي دايما قاعده عندنا في اللوجو، مور سيمبل مور بروفيشنال. يعني كل ما كان بسيط كل ما كان احترافي اكتر. تمام. ليه؟ لان الغرض الاساسي من اللوجو هو ان انا اوصل الفكره بتاعه البيزنس بتاعي باقل مجهود العميل يعمله. يعني دايما العميل لازم اريحه، ما اخليهوش يتعب في ان هو يبص اللوجو. هو ايه الغرض من الفكره بتاع اللوجو ده؟ طب هم شغالين في مجال ايه؟ لا، ما ينفعش ان انا اخلي العميل يفكر كتير. المفترض من الوهله الاولى يبص يفهم على طول البيزنس بتاعي ايه. من الوهله الاولى يعرف يقرا اللوجو بتاعي. اللوجو بتاعي الاختصار بتاعه اسكو، ISCO. ده اختصار اللوجو بتاعي. تمام. والرمز اللي فوق اللي احنا كنا بنرسمه ده رمز حرف الاس، باين الموضوع واضح وبسيط، والالوان واضحه وصريحه، ما فيهاش اي تفاصيل كتير. حتى من ضمن المعايير برضو في تصميم اللوجو انها الالوان ما تبقاش كتير. دي القاعده الاساسيه، يعني نكتفي بايه لون او اتنين بالكتير، يفضل تكون لونين ما يزيدش عن كده. في بعض البيزنس وبعض ال الافكار او المشاريع بنزود اللوجو عن كده، بنوصل احيانا لاربع الوان، وفي حاجات بيبقى فيها جريدينت والوان كتير جدا. بس دي بتبقى حسب رغبه العميل، ده اول حاجه. اهم نقطه ان احنا برضو في النهايه حتى لو كترنا عن اتنين لون، برضو لازم نعمل فيهم تناسق لوني، لازم تكون برضو مريحه للعين، عشان برضو العميل ما يبصش على اللوجو او على الالوان الكتير دي فيتعب او نظره يبقى متضايق. تمام. وزي ما انتم شايفين برضو احنا بنقعد نجرب اللوجو. طيب الرمز فوق، طب التكست تحت. بنحاول نوصل لاكتر شكل مريح للعين، ما يبقاش فيه جهد. يعني اللوجو لما كان رأسي، طويل رأسي، العين طالعه نازله، يعني مساحه الرؤيه بتاعتها كبيره. لا، فاحنا لازم نظبط الجزئيه ديت عشان نظبط مساحه الرؤيه، ان هو العين تشوفه بابعاده كامله بدون اي جهد خالص. تمام. فدي كلها محاولات، احنا كل ده عمالين بنحاول لغايه اما نستقر على الشكل المريح للعين. طبعا دي بترجع لخبره ايه، لخبره المصمم اللي شغال. هو بيبقى عارف من كتر ما اشتغل ومن كتر ما شاف ايه هو المريح للعين. طبعا في الاول، لكن المصممين الجداد لازم طبعا يمشوا بالمعايير، يمشوا بالمعايير والقواعد ما يشذوش عنها. تمام. لكن المصمم المحترف اللي بقى له مثلا 10 سنين في السوق و15 سنه، فهو خلاص المعايير دي بقت في عقله اللاواعي، بيشتغل زي ما انتم شايفين كده بيها بدون ما يحتاج ان هو يراجعها. مجرد بس بيشتغل بعينه كده خلاص، هي عينه بقت حافظه ايه المعايير.
بس فده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى يكون الفيديو بسيط وعجبكم. ولو لكم اي استفسار ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اولا. ثانيا ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزه ان ربنا ينصرهم نصرا مؤزرا على اليهود، وان ربنا يهزم اليهود وكل من عاونهم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.